العدل، العدل الموثق، خطة العدالة، التوثيق العدلي، كل هاد التسميات كتشير إلى مهنة العدول. مهنة لها تاريخ عريق في المغرب، بحيث ارتبط وجودها في القدام بعلماء الدين المسلمين والفقهاء، واللي كانوا كيزاولوا هاد المهنة ترسيخا لمبدأ كتابة العقود التي أوصى بها النبي الكريم، حماية للمصالح وتيسيرا للمعاملات بين المسلمين مثل البيع والاقتراض. كما يعتبر العدول هو الموثق الأول في المغرب، إذ أشرف منذ قرون على توثيق أنواع عديدة من العقود، يأتي على رأسها العقد الأسمى الذي يربط بين الشعب والسلطان، عقد البيعة، وهو ما يفسر الارتباط الوثيق والاهتمام المولوي الذي تحظى به هذه المهنة النبيلة من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وقد قطعت مهنة العدول عدة أشواط تاريخية، من بينها عام 1914، وهي السنة التي صدر فيها أول ظهير شريف ينظم مهنة التوثيق العدلي. كما أصدر الراحل الملك محمد الخامس ظهيرا شريفا في عام 1938 يعتبر بمثابة القانون الأساسي للعدل. واستمرت الاجتهادات القانونية منذ ذلك الحين إلى غاية صدور القانون المعمول به حاليا 16/03، والذي ينظم هذه المهنة الحرة التي تعد من المهن المساعدة للقضاء. ويشتغل العدول على توثيق المعاملات المالية والعقارية والتجارية والمدنية في استجابة تامة لمتطلبات الأمن التعاقدي والقانوني. ولتطوير مهنة العدل وتحيينها لتواكب التغييرات التي يعرفها العالم والمجتمع المغربي، استفادت المهنة إلى جانب الإطار القانوني من نقلة نوعية تهم طرق الاشتغال وتقنيات العمل، إذ تمت عصرنتها لتساير التطور التكنولوجي، وهو ما شجع المكاتب العدلية على الانخراط في مسلسل الرقمنة وقطع أشواط في التكوين الرقمي والتسجيل الإلكتروني والتعامل الإلكتروني مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي. عرفت مهنة التوثيق العدلي في العقود الأخيرة ولوج مجموعة من الكفاءات من الجيل الجديد. هذه الكفاءات بطبيعة الحال تسعى إلى تقديم مجموعة من القيم المضافة